امال انا اكلت القطه ليه؟ عرفت منين انا ان ده فعل اخلاقي؟ ده سؤال معقد شويه. انت كده بتفتح ملف اسمه الاخلاق، قضيه ناقشها علماء كتيره جدا على مر التاريخ، قضيه فلسفيه وعلميه من الطراز الاول. انت هتقعد تلف وتدور، ازاي عرفت انك لما تاكل القطه فانت كده بتعمل حاجه كويسه؟ جبت منين اخلاقك ديت؟ بص انا فاهمك، انت عايز 1 زائد 1 بيساوي 2. جبت منين اخلاقك؟ اشوفها ملحد؟ والله جبتها من سيتي ستارز، لقيتها في الشارع، اشتريتها من على الامازون. ولكن المساله مش بالسهوله ديت، الاخلاق قضيه معقده جدا، ده التعريف نفسه هنختلف عليه انا وانت. ولكن انا يعني ممكن اريحك شويه. ازاي يعني؟ يعني اقدر اقول لك ان العلم بيقول ان الانسان بيتولد بالاخلاق. اتعملت دراسات كتيره جدا على الاطفال اكدت ان الواحد مننا بيتولد اوريدي مبرمج انه يعرف حاجات كتيره صح وغلط. وانا ما بمثل حدا، لكن فيني لكم من وين الاغلبيه اللي انا منها كمان من جيل المعايير تبعنا. المصدر هو معايير اخلاقيه اساسيه او غريزيه تطورت مع تطور البشر على مدى الزمن، لكن على كل حال لحتى تتطور معايير الاخلاق لازم يكون في اخلاق اساسيه، لازم يكون في اخلاق اوليه. فمن وين اجت هي الاخلاق؟ والاتضح انه هي اجت منها هي المعايير الاوليه البدائيه، وفينا نقول عليها حتى معايير حيوانيه. يعني مثل غريزة الحفظ على البقاء أو غريزة الاجتماعية أو الغريزة الجنسية أو الحب أو الكره أو الخوف أو الألم. هي الشغلات كتير بدائية، لكن كل ما بيتطور الوعي عند أصحابها كل ما هي قابلة للتطور، وهذا اللي صار معنا إحنا البشر. لكن بالتأكيد يوجد شيء اسمه الفطرة، يوجد أخلاق فطرية. وأنا بأكثر من مرة حكيت على هذا الموضوع، وبالفيديو اللي أشرت له قبل شوي هذا هو مصدر الأخلاق للملحد فصلت هذا الأمر وقلت هناك نوعان من الأخلاق، قسم أخلاق فطرية، أخلاق لازمة بالضرورة لتأسيس أي مجتمع، وقسم آخر هي أخلاق نتفق عليها. أنت كمسلم تعتقد أن الله وضع فيك هذه الفطرة، أنا كملحد جادلت في الفيديو السابق أن هناك فطرة وضعها فيها الانتقاء الطبيعي، وضعها فيها الانتقاء الطبيعي. فإذا أنا وياك متفقين على وجود هذه الفطرة كما نحن متفقون على وجودنا، لكن نحن مختلفون على مصدر هذه الفطرة كما نحن مختلفون على مصدر وجودنا. أنت ترى أن الله هو الجواب، وأنا أرى أن الانتقاء الطبيعي هو الجواب. اقدر اقول لك ان الاخلاق مش شيء روحاني غيبي نازل من السما كده بنور ابيض زي ما انت بتتخيل، لا دي حاجه علميه ملموسه في الفرونتال لوب. المنطقه دي هي المسؤوله عن اخلاقك، ولو اتدمرت انت حرفيا ممكن تشوف الصح غلط والغلط صح. اقدر اقول لك ان انا عشان اشرح موضوع الاخلاق لازم اتكلم في علم النفس، وليه محدش فينا يقدر بسهوله انه يحكم على اي فعل بانه اخلاقي او لا. انت ممكن تسمع عن واحد قتل امه تقول عليه مجرم يستحق الاعدام على طول، بس لو عرفت مثلا ان امه ديت كانت بتعذبه وهو صغير وبتربطه بجنازير وبتسيبه من غير اكل الايام، رايك في قتله لامه هيتغير او على الاقل هيتاثر. I cut off her head and I humiliated her corpse. The 6th young woman dead because of the way she raises her son and the way her son is raised. لازم اتكلم في البيولوجي وعلم الاعصاب وازاي فكره الاخلاق دي اتكونت في الدماغ واتطورت على مدار ملايين السنين. لازم افهمك ان الاخلاق مش شيء خاص بالكائنات البشريه بس، ده حتى الحيوانات والطيور عندهم اخلاق، عارفين يعني ايه وفاء وغيره وخيانه وحب وكره وتضحيه ودفاع عن الضعيف، بل وعارفين يعني ايه عدل وظلم كمان. والصفات دي كلها بتندرج تحت كلمه اخلاق. انا ممكن اقول لك ازاي انا كواحد ساب الدين من زمان عنده اخلاق وبيعرف يفرق بين الصح والغلط عادي جدا. طب ما تقول لا، لاني عارف ان انا مهما اتكلمت فانت مش هتغير وجهة نظرك عني، وهفضل انا بالنسبة لك الواد شريف اللي ساب الدين علشان يعمل كل حاجة غلط في الحياة براحته من غير ما حد يحاسبه. علشان كده انا هريحك واقول لك انا معرفش ازاي الاخلاق دي موجودة جوايا، معرفش ليه انا بنزل ااكل حيوان جعان، اودي فلوس لانسان شفته محتاج في الشارع، معرفش ليه انا بكره ان انا اعمل حاجة غلط، ولو عملت حاجة غلط بندم، معرفش ليه انا بحاول اكون انسان افضل وكل يوم بجبر نفسي وبحاول اتقدم ولو خطوه في الطريق ده. بس كوني اقول لك اني معرفش ليه انا كده ده لا يعني ان انا مش كده، حتى لو انا مش عارف اشرح لك ازاي الاخلاق دي موجوده جوايا او ايه هي الاسباب العلميه اللي خلت عندي اخلاق، ده لا يعني ان انا ما عنديش اخلاق. دي حاجه ودي حاجه يا ابني. ما انا ممكن ما اكونش قادر اشرح لك علميا ازاي انا بمشي مثلا، بس بمشي. انت لو جبت طفل مثلا عنده سنه وسالته هو انت ليه بتحب امك اكتر من اي حاجه في الوجود، مش هيعرف يجاوب. بس ده لا يعني ان احساسه دوت مش موجود. انا لو جيت سالتك دلوقتي هو انت بتجيب الافكار اللي عندك ديت منين بالظبط في الدماغ، مش هتعرف تجاوب. بس ده لا يعني انك ما بتفكرش او انك ما عندكش افكار. يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله. ايه الصعب تفهمه؟ انت مين اللي بيمنعك ترتكب جريمه يا شريف؟ يعني ايه اللي بيمنعك انك تسرقني مثلا لو انا حاطط فلوسي جنبك، او لو انا مديك ظهري؟ ايه اللي بيمنعك انك تغدر بيا او تموتني؟ خد بالك بغض النظر عن القانون، انا بتكلم لو ما فيش قانون. لو ما فيش قانون مفيش حاجه تقدر تمنعني. شفت بقى؟ ما ده اللي انا بتكلم فيه انت. ولكن ده لا يعني ان انا هعمل كده. انت عارف زمان وانا صغير لما مثلا كانت امي تقول لي روح هات طلبات او روح اشتري لنا حاجه، كنت احيانا باخد ربع جنيه نص جنيه زي اي حرامي يعني.
اقصد زي اي طفل في سني يعني مثلا كانت تقول لي روح هات ربع كيلو جبنه رومي، بدل ما اجيب ب7 جنيه اللي هو الربع كيلو ساعتها كنت اجيب ب6.5، واخد انا النص جنيه ده اجيب بيه هوهوز، اجيب بيه مندولين، جيرسي، كنت بحب قوي الجيرسي يعني. بس كان دايما ضميري بيأنبني. لما كبرت والكلام ده حصل بعد ما سبت الدين، انا رجعت لامي اضعاف الفلوس اللي انا خدتها منها وانا صغير، مع ان مفيش حد اجبرني، ولا انا مؤمن ان في آلهة هتحاسبني، ولا انا مثلا كنت عايزها تسامحني على الفلوس اللي انا خدتها منها وانا صغير، ولا هي اصلا عمرها زعلت مني بسبب الكلام ده. انا عملت ده لوحدي لان انا ما كنتش راضي عن نفسي في ان انا كنت باخد حاجة مش بتاعتي. فكرة ان انا كنت بعمل حاجة غلط فضلت معايا من وانا طفل. فيجي دلوقتي واحد يقول لي يا شريف ده انت ممكن تقتل وتسرق وتعمل كل الجرائم براحتك طالما تقدر تفلت من العقاب لانك مش متدين. يعني ده شيء مضحك، انا مستحيل اعمل كده وما اقدرش افسر لك بالظبط ليه، لكن نقدر نختصرها في ان انا مش هعرف اسامح نفسي، انا مش هعرف اعيش مع حقيقة ان انا انسان مش كويس. تأنيب الضمير وانك ما تعرفش تنام بالليل لانك شايف نفسك انسان وحش، الاحساس ده اقوى مليون مرة من اي دين. ما دخل دينك يا اخي بالموضوع، ما دخل معتقدك بالموضوع، ما دخل. يعني انت متخيل انه انت اذا صرت ملحد فانت مشاعرك رح تتغير؟ يعني اذا انت صرت ملحد فانت حتصير تدخن وتشرب كحول وتعمل سكس مع كل العالم وتصير مثل الجنس وتصير يمكن ترانسكشوال كمان. ماذا يمنعك ان تغير جنسك؟ انا بسالك هذا السؤال، مو تنكح امك واختك. ماذا يمنعك ان تغير جنسك كملحد؟ ما في شيء بيمنعني اذا بدي، بس ما اشعر بهذا الشيء، فليش لا اعمله؟ ليش انت متخيل انه اذا انا صرت ملحد فانا رح يصير؟ ومع ذلك انا ادافع على حقوق ال جي بي تي بشكل عام، مثلي الجنس والمتغيرين جنسيا وكذا وكذا وكذا. هلا حيبلش لي هذا المتحذق تبعي يعمل لي تعليقات على الموضوع. ادافع على حقوقهم وانا شخص اي سكشوال لا جنسي، لكن اللي بده يعمل جنسي يا اخي صحتين على قلبه. شو دخل هي بهي؟ في كثير ملحدين كفار على الفاضي، لا بيعمل جنس ولا بيشرب ولا بيعمل كذا. شو دخل هي بهي؟ شو دخل مشاعرك؟ بيتغير شعورك؟ ولا بياكلوا خنزير بالمناسبه وهم ملحدين؟ بيقول يا اخي مو لانه الله قال له الخنزير حرام، بيقول يا اخي ما مش ما بقرف منه كذا، بغض النظر سبب القرف وكذا، لكن هو مو حاسس. ليش انت متخيل انه اذا الحد بده ينط ياكل كل شيء ويسرق ويعمل، يعني بتخيل انه انت اذا صرت ملحد رح تنط تقتل جارك؟ يجيك هيك غريزه ما عاد احسن امسك حالي بدي اقتل اي واحد بالشارع لانه هلا انا ما في الله يحطني بجهنم اذا بقتل الناس بالشارع؟ ما عاد احسن امسك حالي لازم اعمل سكس مع كل العالم لانه ما في الله يحطني بجهنم اذا انا عملت سكس مع كل العالم؟ ما هيك الحياه بتصير؟ انت متخيلها حتصير معك؟ هل انت شايفها بتصير بغيرك؟ بعدين بجد يعني انت بجد متخيل ان لو انا وانت مثلا بنعمل هايكنج مثلا وعايشين يومين حلوين وسط الطبيعه والعصافير بتزقزق حوالينا، ممكن انا اصحى لوحدي كده الصبح مثلا وانت نايم في الخيمه اروح مخلص عليك مع نفسي كده لمجرد ان مفيش حد هيشوفني وانا بدفنك؟ ليه يا ابني انت شايفني لويس جرافيتو؟ لو انا عملت كده فمش هيبقى عشان انا ما عنديش دين، ده هيبقى عشان انا سايكوباتي. السايكوباتي هو الشخص الذي ينعدم عنده التعاطف مع الآخرين ومش بيندم على أفعاله، وتصرفاته بتكون غير متوقعة وميوله بتكون إجرامية. ده تعريف السايكوباتي، ده اللي أنت تقصده. إنما اللي ما عندوش دين ده ببساطة براد بيت، كارل سيجن، أينشتاين، جورج كلوني، جودي فوستر، تارانتينو، جون مالكوفيتش. 2500 سنة علم الأخلاق، فلسفة الأخلاق. 2500 سنة هذا البرانش، هذا القسم بالفلسفة موجود على مستوياته كلها، من الميتا ايثكس للثيوريتيكال ايثكس للابلايد ايثكس. خلينا ننتقل من القسم العلمي وقسم الفطرة للقسم الثاني من المجادلة. شوف يا عمري، 2500 سنة من الجدال، ملايين الصفحات التي كتبت في الايثكس، الأخلاق. عندك 3 مدارس أخلاقية أساسية، 3 مدارس أخلاقية أساسية ويتفرع تحت مدارس لا حصر لها، لكن هي الحلقة مش حلقة لأشرح لكم فلسفة الأخلاق. المدرسة الأولى بنسميها Virtue Ethics، وهي أقدم المدارس الثلاثة. Virtue Ethics نعزية بشكلها الكامل لأرسطوطل أو أرسطو، هو ليس مبتدع لكن هو أكثر حدا عمل له البناء المتكامل. فلسفة الأخلاق بناء على مدرسة أخلاقيات الفضيلة تبع أرسطو تجيب على سؤال كيف تعيش حياتك؟ كيف نحن كبشر لازم نعيش هيدي الحياة ونرى انه هيدي الحياة لازم تعيش بشكل كامل. بما انه هي اقدم هيدي المدارس الثلاث، هي الاقرب الى الاخلاق الغريزية اللي كنت عم بشرحها بالاول، وهي ابعد ما تكون عن تعقيدات
علم الأخلاق في وقته الحالي. بيجيك مدرسة ثانية اسمها Deontological Ethics، وهي بتجي بالمرتبة تاريخيا زمنيا بعد أرسطوطل. أهم أعمدة هذه المدرسة الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت، ومدرسة تسمى الكانطية. مدرسة الديونتولوجيكال إيثكس مو سؤالها الأساسي كيف نعيش هذه الحياة ونبني هذا المجتمع به. سؤالها الأساسي ما هو الحق، ما هو الصح والخطأ، خليني أقول الرايت ثيوريز، الصح والخطأ. هذا أمر صحيح أو أمر غير صحيح. رايت ثيوريز، صح أو خطأ، الفعل نفسه. بناء على شو يا إيمانويل كانت؟ من دون الله؟ إيه من دون الله؟ شلون من دون الله أخي؟ اللي هو يعطف نوعا ما على فكرة الإله بجزء منه، لأنه بجزء من نظريته. لكن شلون من دون الله؟ بده يجادلك يقول لك ليش هذا الموضوع من دون الله. بيقول لك إنه إذا هذا الأمر يمكن تعميمه عالميا بما يسمى يونيفرسال لو، قانون عالمي، فهذا أمر أخلاقي. والأوامر الأخلاقية الأخلاقية هي الأمور التي لا يمكن بطبيعة الحال بطبيعتها أن تعمم عالميا. استعملت بأكثر من مناسبة مثال الكذب. شوفوا الحلقة الماضية اللي أشرت لها ببداية هذه الحلقة، هذا هو مصدر الأخلاق للملحد، تشوفوا مثال الكذب. هعطيك مثال الغش هالمرة بشكل مختصر. هل الغش أمر أخلاقي أو غير أخلاقي يا ملحد؟ ما بدي الله يقول لي إنه الغشاش بينحط بالنار. ببساطة يا عمري، إذا كان نحن بنعتبر الغش أمر أخلاقي، محل فرق ما بين الغش والنزاهة. مثل إذا اعتبرنا الكذب أمر أخلاقي والصدق أمر أخلاقي، محل فرق بين الصدق والكذب ببساطة شديدة. فيك تكذب، فيك تحكي صدق، والأمرين أمرين محمودين. فيك تغشني وفيك ما تغشني ويعطيك ألف عافية. محل فرق بين الأمرين، دمرت نفسه ببساطة. ما بدك الله يقول لك لا تغش ولا تكذب. هذا لا يمكن أن يصبح قانون عالمي. فكر، بيقول لك كانت، فكر هل يمكن أن يصح هذا الأمر كأمر عالمي ولا لا؟ عندي اعتراضات على نظرية كانت، كثيرين عندهم اعتراضات على نظرية كانت، لكن هذا الموضوع مو بالكانت. وأنا حتى أجادل جدا بأنه الكانطية هي يعني بعمقها consequentialist أو تبعية، القسم الثالث من النظريات الأخلاقية اللي طور بعد كانت. الكونسيكونشاليزم يعني هي فكرة تقول لك أنه الصح والخطأ هو بناء على تبعية هذا الفعل. هو بناء على تبعية هذا الفعل. هل هذا الأمر جيد أم سيء؟ ما بيسألك صح ولا خطأ بمفهوم الفعل صح ولا خطأ، بيقول لك الصح والخطأ هل هو جيد ولا سيء. ما دخل هل يعمم عالميا، بيقول لك لأنه ما في شيء يمكن أن يعمم عالميا، مثل ما عم يقول الحشكان، لأنه هذا الأمر نفسه قد يكون الآن سيء وقد يكون الآن جيد. طيب خليني أعمل وقفة قبل ما أشرح عن التبعية والجيد والسيء. قوانين الدين الإسلامي اللي تجادل من أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة هي قوانين تبحث الصح والخطأ. قال الله وقال الرسول. حرمت عليكم أمهاتكم، خلاص بشكل مسكر. لا تقول لي ليش، أنت بمجادلتك لا تقول لي ليش. وقت بدك تجادل وتقول لي ليش، أنت عم تجادل مجادلة تبعية. وقت حتجادل وتعطيني مجادلة تبعية، فأنت وتقول لي أنا ملتزم بهذا الأمر الأخلاقي بسبب تبعيته، فنفس مجادلتك حتحملها معك وقت تترك الدين. وقت حتترك الدين رح تنسى بس حرمت عليكم أمهاتكم. يعني وقت أنت بدك تقول لك ليش أخي لحم الخنزير حرام، وبتيجي بتقول لي لحم الخنزير حرام لأنه يضر بالصحة ولأنه يعمل كذا وبيعمل كذا، وهي مجادلة يعني دائما تكون تافهة ومغلوطة. وأنا حتى يعني عندي دراسة أنثروبولوجية ليش لحم الخنزير حرام، ويعود أيامه للإله بعل ومعركة الإله بعل مع الإله ثور، عندما أتى الإله ثور على هيئة خنزير بري في غابات الأرز في لبنان وقتل الإله بعل. أخذت هذه القصة يعني من معركة الإله موت والإله بعل، أخذت هذه القصة إلى اليهودية وتسربت لاحقا إلى الإسلام. لكن هذا مو موضوعي هلا. لكن وقت انت انا هذا اللي بقول لك اياه يعني وجهه نظر العلم بالحلقه العلميه، وبقول لك ليش الخنزير حرام. لكن وقت انت بدك تيجي بتقول لي انه الخنزير حرام لانه هو الصحه وما الصحه وكذا، مجادلتك كلها غلط بغلط. لكن ومع ذلك انت عم تستعمل مجادله تبعيه، واذا انت مقتنع فيها فانت لو تركت الاسلام ما رح تاكل خنزير، لانه مو مشكلتك باكل الخنزير هو قال الله وقال الرسول، حتستعمل هذيك سبورت، دعم. ركز معي. وقت حقول ليش ما بدك تقتل المجتمع، تقتل جارك، حتقول لي لانه كمان ما بدي جاري يقتلني. تبعيه، ما دخل الله. معناته وقت انت حتصير ملحد ما رح تروح تقتل جارك.
لماذا لا تنكح أمك؟ حتقول لي فطرة، أنا ما حسيت بشيء، ما عم حس بشهوة جنسية تجاه أمي، معناتها وقت حتصير بالحيط ما رح تحس بشهوة جنسية تجاه أمك وما رح تنكح أمك. فهم؟